اليوم حفرجيكم كيف نقدر نحن نعمل للعيون المبرومين بالايلاينر بيصير شكلهم علوزية اكثر، نفس الوقت كمان طريقة ناتوريل من دون ما نكتر ميك اب فوق عيونها. عم بلش لها باللون الفاتح لستيفاني بيج على شوي جولد، بيعطي اضاءة لتحت الحاجب، بنحط منه شوي على كورنر عينها. وهلا عم بلش لها بالقلم من نص عينها، بنعمله بالزاوية اكتر لجوا، من ظهره شوي لبرا تكون له زاوية لبرا، نمزه شوي بلون البني بيعطي اكتر مدى لشكل العين وتبين العين اكبر. هول الرموش معمولين من ريل هيومن هير، شعر طبيعي 100%. شايف؟ بفضل حط الرموش قبل الايلاينر بتبين العين اكتر معنا. طلعي لفوق ستيفاني، هيك بتحدد لنا انه تطلع العين لوزية اكتر. فهمتي؟ بتصيروا تاخذوا راحتكم انتم عم تحطوا الايلاينر، ببين معكم الشغل اكتر. فهمتي؟ افتحي وطلعي لهون. فهمتي؟ لانه ستيفاني شكل عينها مبروم وكبيرة، انا ما بفضل اني كتير حط غامق من تحت عينها، بفضل حط اللون الفاتح مع الايلاينر. فينا نستعمل لون اومبر مات، فينا نستعمله فيه شوي لمعة، انا بحب اللي بيكون فيه شوي لمعة بيعطي اضاءة للعين اكثر. عشان ضوي العين اكثر بفضل انا بزاوية عينها احط لها لون على كري شوي اللي هو قريب للون اللولو، بحط لهم على زاوية عينها لستيفاني، هيك بيعطي لون لعينها اكثر وجمال بالميك اب والعين اكثر اكيد. انا بحب مع هيدا الميك اب يتكتر مسكرة كتير 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 من تحت، بيعطي جمال اكثر للعين وببين العين اكبر وشكل العين احلى. انا لشكل عين ستيفاني اكيد ما بحط لها رموش من تحت، لو شكل عينها اصغر ايه بحط لها رموش من تحت. حواجب ستيفاني ناتوريل وحلوين، ما بدهم كتير تعليم بهيدا الميك اب، بفضل انا بس مشطهم ما يتعلموا، لانه ستيفاني مثل ما انتم شايفين شقرة، لازم يضل لون حواجبها فاتح. خلصوا عيونها لستيفاني، انا برأيي كخبير تجميل هيك لازم يكونوا عيونها وهيك بيلبقها.